للأخ سيد المحافظ وعلى هذه الكلمة الطيبة وهذا الوعي الكبير من أجل المحافظة على الاستقرار والحرص في كركوك والحرص الكبير على مستقبل هذه المدينة العراقية العزيزة على قلوب كل العراقيين. أنا دائما أقول كركوك تعني وحدة العراق. استقرار كركوك تعطي رسالة إلى العالم كله أن العراق مستقر. التعايش السلمي بين مكونات كركوك يعطي رسالة اطمئنان إلى كل العراقيين أن هذا البلد يمكن أن نتعاون جميعا من أجل أن نتقدم به كليتنا ونستفاد من عنده كليتنا، والضرر لا سامح الله أيضا يقع على الجميع. ولذلك تجربة إدارة كركوك في الفترة الماضية بوجود الأخ المحافظ السيد راثان الجبوري أعطت مثالا للإدارة التي تعطي رسالة اطمئنان بكل المكونات وتجعل الشراكة للجميع. طبعا لا شك يبقى شكاوى من هذه الجهة أو تلك، ولكن بالنهاية الكل يعلم ويعرف أن الأخ المحافظ عندما تكون أكو مشكلة يحاول أن يحلها بطريقة التوافقية اللي يمثل غضب أحد، وهذه أنا أعتقد رسالة جيدة للآخرين ومنهجية ممتازة في حل المشاكل. طبعا كل مرة تصير تحدي، تصير مشكلة في كركوك، والشعوب الحية دائما هي اللي تحول التحديات إلى فرص. في كركوك أنا شفت كذا مشكلة، التحدي تحولها فرصة إلى تقدم، وما شاء الله التقدم العمراني واللي موجود والتنظيم والشوارع والخدمات ترى محسودين عليها بقية المحافظات. ربما الأخ مروان خان ربما بس الإعلام مالكم يراد يظهر هذه الإنجازات الكبيرة اللي موجودة. حقيقة الآخرين ربما عملهم ما يصل 10% 20% من كركوك، وأنا مسؤول عن كلامي، لكن إعلامهم أكثر من كركوك بعشرات المرات في إظهار هذه الإنجازات البسيطة. لا يوجد ما شاء الله شارع في كركوك إلا وظلت والأرصفة مرتبة. بالتالي الحقيقة هذه التجربة نتمنى من الله سبحانه وتعالى على أهل كركوك جميعا وعلى عرب كركوك أن تكون مشاركة فاعلة في هذه الانتخابات، لأنه إذا احنا أردنا الاستقرار وأردنا استمرار الاستقرار وأردنا ترسيخ الاستقرار وأردنا تستمر الخدمات، يجب أن تكون لدينا مشاركة كبيرة، ويجب أن لا نهمل صوت واحد من الكركوك. احنا أخوتكم واحنا داعمين، واحنا حتى خلافاتنا في بغداد ومناكفاتنا السياسية خلناها على جنب احتراما لكركوك ولأهل كركوك ولهذه التجربة في كركوك، واشتغلنا سوية في كركوك. ولذلك يعني أنتم مثال للوحدة للعراق، أنتم مثال للوحدة في وحدتنا احنا أيضا، وراح نبني عليها في المستقبل في مشروع سياسي إن شاء الله بعد الانتخابات يتكرر في بقية المحافظات. شكرا جزيلا، بارك الله.